قناتك مش بتجيب مشتركين، مش عشان المحتوى ضعيف ومش عشان الحظ واقف ضدك، لكن عشان مفيش صورة واضحة في دماغ المشاهد عنك. المشاهد لما يدخل يشوف فيديو ليك بيسأل نفسه سؤال واحد بس: لو اشتركت أنا هستفيد إيه بكرة؟ ولو الإجابة مش واضحة هو هيخرج حتى لو الفيديو كان مفيد. المشكلة مش في الجودة، المشكلة في الاتجاه. قنوات كتير بتنزل فيديوهات حلوة، بس كل فيديو في اتجاه، كل موضوع مختلف، كل مرة رسالة جديدة، وده بيخلي المشاهد يحس إنه بيتفرج على فيديو مش بيتابع قناة. الاشتراك قرار مش إعجاب لحظة. الناس بتشترك لما تحس إن في رحلة، في خطة، في وعد واضح. لو قناتك ما فيهاش تخصص محدد، المشاهد مش هيغامر ويضغط اشتراك، ولو مفيش سبب يخليه يرجع تاني مش هيشوف داعي يتابعك. الحل بسيط بس محتاج التزام. أولاً، حدد اتجاه واحد واضح جداً، مش مجال كبير، لأ، نقطة محددة. خلي أي حد يدخل قناتك يعرف أنت بتعمل إيه في ثانية واحدة. ثانياً، اربط كل فيديو باللي بعده. خلي فيه تسلسل، خلي في انتظار. المشاهد لازم يحس إن الحلقة دي جزء من منظومة، مش محتوى عابر. ثالثاً، لما تطلب الاشتراك اطلبه بسبب. ما تقولش اشترك وخلاص، قول اشترك عشان تكمل الرحلة، عشان الحلقة الجاية هتبني على دي. الاشتراك مش زرار، الاشتراك ثقة. اليوتيوب مش بيعاقب حد، هو بس بيكافئ الواضح. المشاهد مش ضدك، هو بس مش لاقي سبب يمشي وراك. لو قناتك عندها اتجاه ثابت ومحتواك بيخدم هدف واحد ومفيش عشوائية، النتيجة حتمية مش احتمالية. القنوات ما بتكبرش بالصدفة، بتكبر بالتكرار الصحيح. كل فيديو محسوب، كل رسالة واضحة، كل خطوة ليها معنى. لو بنيت الأساس صح، المشتركين مش هيبقوا أمنية، هيبقوا نتيجة طبيعية. والفرق بين قناة بتنجح وقناة بتفضل مكانها مش الموهبة، الفرق في الوضوح والاستمرار والقرار إنك تشتغل بعقلية صانع حقيقي. ومن اللحظة دي إما تبني قناة بوعي أو تفضل تنزل فيديوهات وخلاص. والاختيار دايماً كان في إيدك، والوقت مش مستني حد. ابدأ صح وكمل صح. وفي النهاية، لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتعمل تفعيل لزر الجرس. وبرضه ما تنساش تكتب لي في الكومنتات عن المشاكل اللي بتواجهها في قناتك، سواء عدد مشتركين أو عدد المشاهدات. ويحب جدا أشكركم جدا وشكرا جدا على دعمكم. والحمد لله والفضل لله ثم أنتم، عشان وصلنا 100 مشترك. وشكرا جدا ليكم، واعتذر جدا على السحب الطويل على القناة. وشكرا ليكم. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.